مساء الخير عليكم، ان شاء الله كما تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. جبت لكم الوصفه تاع اليوم اللي هي بغيوش تاع السنيوه، يعني نديروه في السني ونقطعوه كما راكم تشوفوا، يجي بزاف خفيف وبنين واقتصادي في نفس الوقت. مام الطريقه تاعه يعني طريقه التحضير سهله وما تكلفش. نروحوا نشوفوا كيفاش نخدموا هذا البغيوش السنيوه. اول حاجه انا في ريسيبيون عندي كاس تاع حليب يكون دافي. اللي ما عندوش الحليب مثلا يقدر وحده تكون عندها لحظه، ولا نديرو كاس تاع ماء دافي ونزيدو معاه 2 مغارف كبار تاع اللحظه. نزيد هنايا مغرف كبيره تاع الخميره تاع الخبز، المغرف تكون معمرينها. ونزيد هنايا 4 مغارف كبار تاع السكر ونخلط كل شيء. انا قلت لكم المغرف تاع الخميره درت ما كنتش معمرتها مليح، هذيك هي درت مغرف وشويه. هنا بما انه رانا في فصل الشتاء يعني هو البرد، زعما نزيدو شويه الخميره، هذا ما كان. نزيد معنا ربع كاس تاع الزيت. هنا نستعملوا غير فوي، هذا ما كان، باش ندمجوا هذوك المقادير مع بعض. ونزيدوا حبه تاع بيض كامله تكون درجه حراره المطبخ، يعني تكون دافيه، ماشي متخرجوهاش من الفريجيدير، خرجوها وخلوها تكون دافيه ونزيدوها. نزيد هنا شويه تاع لافاني كراميل، قشور تاع الليمون، يعني العطر اللي تبغوه. نزيد مغرف ماشي معبره بزاف تاع الخل. كما نعرفوا الخل هو بمثابه محسن غذائي. نزيد شويه قرصه تاع الملح باش هذاك البغيوش تاعنا ما يجيش صامت. ومن بعد نجيب الفرينه على حساب الكاس اللي استعملوه تاع الحليب، يعني تكبروا الكاس، يعني تكونسومي لكم الفرينه اكثر. نزيد هنايا ان باكي تاع لا ليفور، الوزن تاعو 10 غرام لا ليفور شيميك، يعني خميره الحلوى. ونخلط كلشي مليح. هذيك الفرينه خلوها حتى تندمج مليح مع دوك المقادير، ومن بعد نبدا نزيد في الفرينه حتى يتكون الخليط تاعنا، ولا تولينا ديك العجينه ماشي ناشفه بزاف، يعني ماشي قاصحه وماشي طريه بزاف. انا بعد ما لميت العجينه تاعي حطيتها في البلون دو طرافاي. نزيد معاه هنايا مغرف كبيره تاع المارغرين، وندخل مليح ديك المارغرين في العجينه تاعي، وما نزيدو لا فرينه لا والو. دوك تشوفوا هنايا نحسوا بلي العجينه كاع تقطعت، ومن بعد غير نبداو نلمدو فيها تعاود ترجع كيما كانت. بعد ما ندخلو مليح هذيك الزبده مع العجينه تاعنا، نعاود نرجعها في الغيسيبيون ونغطيها بصاك تاع بلاستيك، ونغطيها بسربيته ونخليها حتى تخمر. ومن بعد نكملوا يعني طريقه التحضير تاعنا.
هنا بعد ما خلينا العجينه تاعنا تخمر نروحو نجيبو هنا باه نصنعو لا كريم اللي تجي في الوسط. اول حاجه انا عندي 2 كيسان تاع الحليب كما راكم تشوفوا. انايا نزيد معاهم 2 مغارف كبار تاع الفرينه. من الاحسن تستعملوا فرينه على المايزينا باش تجيكم لا كريم تاعكم خفيفه وتجي كريميه. وهنايا قبل ما ننسى، لانه بعد كي حطيتها فوق الغاز تفكرت، هنايا زدت 3 مغارف كبار تاع السكر ونخليها كيما هكا. شوفوا تجي شويه جاريه من بعد تحكم روحها. هنايا بعد ما حطيتها فوق النار كي تبدا تكتك نقلعها ونزيد عليها مغرف كبيره تاع المارغرين ونزيد عليها لافاني. ومن بعد نغطيها بكيس بلاستيكي يكون لامس السطح تاع العجينه، يعني لامس السطح تاع لاكريم تاعنا باش ما ديرناش ديك القشره ولا ديرنا ديك لاكروت يعيطوا لها. ونخلوها تبرد شويه يعني تكون دافيه ومن بعد نستعملوها. ما ديروش لاكريم تاعكم حكمه روحها، ديروها شويه خفيفه. انا بعد ما خمرت العجينه كما راكم تشوفوا، شوفوا خمرت على ما خليتها تقريبا واحد نص ساعه هكاك. درتها في بلاصه تكون دافيه. انا حطيتها عند الكويزينيير لانه الكوشه تاعنا كنت ديجا صاينه درتها تسخن، لانه بالخف هكاك طلعت لي. انا العجينه نقسمتها على 2 تكون نفس الكميه نفس الحجم كما هكا. ومن بعد نجيب هنايا بابي كويسون ونبدا هنايا نحل في ديك العجينه تاعي. انايا السنين اللي خدمت فيه هو 40 على 35. راكم تشوفوا في بدايه الفيديو كيفاش جاني. هنايا اللي يبغيه شويه خشين يصغر المول على 40 اللي درت انا 40 على 35. تبغوها شويه خشينه صغروا المول. كي تصغروا المول تجيكم شويه طالعه. فهمتوا؟ هذا هو البلا اللي خدمت فيه هنايا. رقيقه مع ديك هي مع الخماره وطبقه فوق طبقه، سما هذيك هي تجيكم سوا. بغيتو تجي خشينه شويه كما قلت لكم يعني نقصوا في الحجم تاع البلا، نديروا واحد يكون صغير عليه شويه. شوفوا هنا لاكريم بعد ضربتها غير هكا بالفوي. شوفوا كما قلت لكم من بعد كي تحكم روحها تجي مليحه. انا قلت لكم الفرينه احسن من المايزينا. المايزينا تجمد ميم الغدو من ديك ولا الكريمه هذيك تبقى لكم هكاك تحسبوا خدمتوها دروك، ماشي كيما اللي شفتهم انا هذيك الكريمه بالخف تجمد. كما كنديروا كاع هذيك الكميه اللي كانت عندي. هذا البغيوش صار لي كيما لامونه. ديك لامونه نديروها الدويرات يعني خبزات وهكا ودرتها في السني يعني ضربه واحده. هنا تاني اللي ما تبغيش تحل في بالبابي كويسون البلا تاعك تعرفي بلي ما ينحرق لك ما والو، ديري له الزيت وحلي هذيك العجينه تحتاني. انا بعد فاني جبت انا كيس بلاستيكي هكا بقيت تسهل عليا العمليه، ما ندير لا فرينه لا والو. نجي تاني كنحل العجينه اللي فوقها باش نغطي هذيك لاكريم تاعنا. انا بعد ما حليت كاع هذيك العجينه والكيس بلاستيكي يسهل عليكم غايه المهمه. شوفوا كيما هكا وترفدوها ومن بعد تخدموها غير في غروضكم هكا. نخدمتها غير بشويه ونقيسيو العجينه الفوقانيه مع العجينه التحتانيه لصقوهم مع بعضهم. ولا كريم ما ديروش في الجوانب باش ما تخرج لكمش وتنحرق لكم في الكوشه. طريقه سهله وبسيطه وكما نقولوا يقدر اي واحد فيكم ولا يعني يقدر يخدمها. شوفوا من بعد نقلعوا داك كيس بلاستيكي. شوفوا الخدمه تاعكم تجي نقيه وتجي متقونه كما حنا نقولوا. شوفوا هنا من بعد هنا قاعده نجي في الكوبات هذه باش كاع هذوك الجوانب نلصقهم مع بعضهم وما نخليش لاكريم تبان.
انايا نخليها تخمر، كي تخمر مليح ندخلوها الطيب. شوفوا انايا بعد ما خمرت، شوفوا انا قلت لكم نقصوا في يعني العجينه يسيو ديروها رقيقه هكا باش ما تجيكمش خشين بزاف وما تحسوش بديك لاكريم اللي تجي في الوسط. شوفوا تجيكم هايله. دوك تشوفوا هنا كي نطيبها ما نديرولها لا بيض لا والو. شوفوا كتجي طايبه من التحت طايبه من الفوق. انا طيبتها انايا من التحت ومن بعد كي حسيتها بلي كاع الجوانب ولاو هكا دوغي شعلت عليها من الفوق بعد طيب هكا وتدي هذا الشكل احمر يجي شباب. وانا طريقه التزيين تبقى اختياريه. شوفوا هنايا بعد ما خليتها ريحت شويه، هنا جبت شويه تاع الكونفيتور مربى تاع المشماش، درت شويه تاع المازهر يعني وحليته شويه باش يجيني شويه جاري. ومن بعد انا ندير يعني نطلي كاع من الفوق. وانايا زوقتها باللانواس كوكو. نتوما اللي كان عندكم تقدروا ديروا سكر كلاص لا جولي، ديروا لا جولي من الفوق وديروا لها اللوز ايفيلي. تقدروا ديروا باغ اكزومبل شيكولا، كي نقولوا شيكولا يعني شوكولا ليطالي. راهي كاينه كما قال لك انواع في الاسواق. ديروها غير بشويه تاع الزيت، طلقوها بشويه تاع الزيت في الباماغي وديروها من الفوق، تذوقوها بكاوكاو ولا باي حاجه عندكم. وكان هي التزيين يبقى اختياري. انا الشي اللي كان عندي خدمت به. كيما هكا خليها تدفى شويه، سورتو هذه في القهوه تاع العصر مع قهوه حليب يا سلام. شوفوا كي تجي طايبه غايه من التحت. بابي كويسون غايه يعاونكم باش ما تنحرق لكمش ولا. هاوينا شوفوا لهنا لاكريم راهي في الوسط. هاي لاكريم اللي بغى يكثر باه تجي باينه هذيك تبقى عندكم. درت لكم هذا هو العبار تاعها. ماما العجينه تجي كي القطن خفيفه موش مربز ولا يجي هايل. من احسن يتكل هكا دافي كما قلت لكم مع قهوه حليب. هذا هو الشكل النهائي تاع البغيوش تاعنا، يجيكم هايل واقتصادي ما فيش صوالح بزاف. شوفوا هنايا هذه طريقه التقديم تاعو يجي هايل. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتدعوا لي بالخير، وما تنساوش اشتركوا في القناه تاعي فضلا وليس امرا، ديروا لي جيم وبارطاجوا القناه تاعي في لي جروب تاعكم. وان شاء الله ما نكونش طولت عليكم بزاف، وما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، ونلتقي في وصفه اخرى وفي فيديو اخر ان شاء الله. سلام.